بعد بقى ما دورنا في التلاجة على بواقي رمضان، دلوقتي بندور على بواقي العيد. واحنا اليومين دول شغالين اعادة تدوير لاي حاجة متبقية عندنا. تعالي بقى لو خلصت الكحك والبسكوت بتاعك وفاضوا منك شوية، او عندك شوية تكسروا او شوية كده كده متكسرين، تعالي نعيد تدويرهم ونعمل بيهم حاجة جميلة تقدميها لضيوفك بكل شياكة. بس الاول كده نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. لو عندك شويه كحك وبسكوت فاضوا بقى منك محدش عايز ياكلهم، جالك كحك وبسكوت كتير، جيرانك بعتولك، اخواتك بعتولك، المهم فاض عندك شويه او شويه متكسرين محدش عايز ياكلهم، مش هنرميهم، نعمل بيهم بقى وصفه جديده جميله جدا ان شاء الله. الكل هياكلها مش هيتفضل. بصي اقولك منها فتفوته فتفوته صغيره كده، مش هيتفضل منها. المهم احنا نجيب الكحك والبسكوت اللي فاضوا معانا ونروح حاطينهم في الكبه بسكرهم بقى بشوكولاتاتهم بكل اللي فيهم، هنحطهم كلهم مره واحده كده، مش هنشيل منهم اي حاجه، كله في قلب بعضه. احنا كمان لسه هنحط له كمان مكسرات. المهم ناخدهم في الكبه، هي ضربه واحده بس، انا مش عايزه انعمهم، انا عايزاه يبقى خشن معايا. وممكن كمان نستغنى عن الكبه واحطهم في كيس وادق عليهم بظهر سكينه او باي حاجه. وممكن كمان بايدي بس كده لان البسكوت بيبقى ناعم وبيتكسر على طول. بعد كده هجيب كوبايه سكر وهفردها في الطاسه. هفردها في الطاسه عشان اعمل بيها كراميل، ولازم السكر بتاعي هنا يكون ابيض، ما ينفعش سكر غامق اعمل بيه الكراميل، مش هيظبط معايا خالص. هحطها على النار ومش هاجي جنبها خالص الا لما الاقي السكر بدات الحروف تسيح معايا. لما تبدا تسيح الحروف ابدا بقى انا اساعد في السكر عشان ما فيش جنبي يتحرق وجنبي يكون لسه مسحش، واقلب فيها. واول السكر كله ما يسيح ويديني لون الكراميل الفاتح، اوعي يغمقي منك، لو غمقي منك يرميه، لانه لو غمق هيمرر معاكي ومش هينفع ليه حل تاني ابدا. بعد كده هديله نص كوبايه من الميه، هلاقي السكر كلكع معايا، هروح برضو مقلبه فيه لحد ما الاقيه فك خالص. بعد ما يفك بقى هديله معلقه من الزبده، هديله معلقه من الزبده واروح مقلبيه. بعد كده هنزل عليه بكوبايه من اللبن وفيها معلقه نشا. هو المفروض ان احنا نحط كريمه، بس طبعا نظرا للظروف الاقتصاديه فاحنا نكتفي بكوبايه من اللبن وفيها معلقه نشا، ونروح منزلينها على الكراميل، نقلبه تقلبتين وكده الكراميل بتاعنا بقى تمام قوي. ناخده بقى كده بسرعه معانا ونحطه على البسكوت قبل الكراميل بتاعنا ما يبرد، ونقلب البسكوت كله في الكراميل، نخلي البسكوت كله يتغلف مع الكراميل. وكده برضو هننكش على كل البواقي اللي عندنا. هنشوف بقى شويه جوز هند فايضين عندنا، شويه فول سوداني، شو اي مكسرات موجوده عندك ممكن تحطيها في الخلطه دي. نحط المكسرات الموجوده عندنا ونروح مقلبينها. بعد ما نقلبها بقى هنروح نجيب كيس من اكياس التلاجة. انا جبت كيس من اكياس التلاجة ورحت فرداه، واخد بقى شويه من الخلطه دي كده، يعني معلقه كده معلقتين، يعني اي حاجه. انا كده كده هظبطهم تاني بس انا بلحق بسرعه قبل الكراميل لما يجمد معايا. هحطهم كده في الكيس وهضغط عليهم على قد ما اقدر واروح لفاهم لفه كويس، هلفهم لفه جامده كده. انا لسه هظبطهم تاني بس انا هحطهم الاول في التلاجة شويه وبعد كده اخرجهم اظبطهم تاني. بس انا عايزه اعملهم بس كده الاول بسرعه قبل الكراميل لما يجمد معايا. زي ما انت شايفه كده بلفهم في الكيس وبفضل اضغط عليها اضغط عليها عشان تمسك مع بعضها جامد. دي اول واحده معانا. هنجيب بقى كيس ونعمل واحده كمان زي ما عملنا الاولانيه بالظبط. هناخد معلقه كبيره كده ونفردها في الكيس، هنفردها في الكيس ونروح برضو ضاغطين عليها ضغط جامد كده بايدينا عشان تمسك في بعضها كويس، ونروح لفين الكيس عليها زي ما انت شايفه كده، نقفل الكيس عليها جامد جدا ونروح لافينه كده وضاغطين عليه برضو جامد جدا، نكبسها في قلب الكيس، نكبسها كبسه كويسه. ودي بقى اخر معلقه معانا، جبنا لها برضو كيس اهو، ورحنا حاطين فيه المعلقه اللي فايضه معانا، ونروح بقى فردينها فيه، ونروح نعمل زي ما عملنا في الاولين بالظبط. على فكره الكحك والبسكوت اللي فاضل عندك ده ممكن تعملي منه وصفات كتيره جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلي. يعني اوعي يكون عندك اي بسكوت فاضل وترميه ولا تفرطي فيه ابدا. احنا بقى ناخد دول دلوقتي نحطهم في التلاجة قد 10 دقايق، 10 دقايق بس يمسكوا نفسيهم كده، واخرجهم بقى اظبطهم تاني زي ما انت شايفه كده. خرجتهم بقى ظبطتهم تاني، فردتهم بقى اكتر في الكيس لان هم كده مسكوا نفسهم. كده بقى هفردهم واظبطهم براحتي زي ما انا عايزه. بصي هي كده ماسكه نفسها اهي، هفردها بقى اكتر 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 كده في الكيس على قد ايه ما تقدري او على قد الصباع اللي انت عايزاه. نروح بقى فردينها وواخدينها حاطينها تاني في التلاجة شويه كمان، شويه بس تمسك نفسها كمان، عشان انا عايزه اقطعها صوابع وعايزه الصوابع دي انزلها في الشوكولاته، فما تنزل في الشوكولاته تبقى ماسكه نفسها وما تفكش معايا والشوكولاته سايحه، لان انا طبعا هسيح الشوكولاته وهتبقى الشوكولاته سايحه سخنه، فمش عايزاها تفك معايا في الشوكولاته. هطلعها بقى من التلاجة واقسمها صوابع قد بعضيها، هقيس كده بصوابعي واروح مقسماها زي بعضها بالظبط كده، واروح ماسكاها واروح مظبطاها تاني زي ما انت شايفه كده كانك بتعملي كفته. وممكن على فكره تعمليها كمان كور صغيره زي الشوكولاته المدوره كده،
يعني تشكليها براحتك زي ما انت عايزه خالص. بعد كده بقى احطها في التلاجة شويه على ما اسيح قطعه من الشوكولاته. انا معايا مكعبين من الشوكولاته، هسيحهم على حمام ماء، او ممكن لو عندك ميكروويف تسيحيهم في الميكروويف. بعد كده هاخد بقى صوابع البسكوت اللي معايا هنزلها في الشوكولاته، وافرد بقى كيس واطلع الصوابع من الشوكولاته واروح حطها فوق الكيس. انا هعمل شويه بالشوكولاته وهعمل شويه ساده، يعني ممكن تعملي بالشوكولاته، لو ما عندكيش شوكولاته خالص ممكن تعملي برضو صوابع زي دي لوحدها كده. بصراحه بتبقى طعمها والله العظيم بيبقى تحفه. عايزه اقول لكم ما فضلش منها فتفوته. وابو شوكولاته برضو بيبقى طبعا جميل جدا. كده بقى خلاص انا مش هعمل بشوكولاته تاني، انا هعمل الباقي كده بمكسرات. جبت شويه جوز هند وجبت صوابع البسكوت اللي معايا ورحت مقلباها في جوز الهند، وجبت كمان شويه فول سوداني. هعمل شويه كده وشويه كده. يعني عايزه اقولك ان مش ضروري يكون عندك شوكولاته عشان تعملي الوصفه دي، لا ممكن لو عندك شويه بسكوت تلميهم وتعمليهم زي ما احنا عملناهم كده بالظبط. انا اخر بقى معلقه شوكولاته فاضت معايا في البوله، هي حطيت البوله في شويه ميه سخنه عشان يسيحوا تاني معايا، وخدت حروف البسكوتات اللي هي بالشوكولاته ورحت منزلاها في الشوكولاته السايحه، ورحت عاملاها بالفرماسيل. تعمليها بقى بالفرماسيل، تعمليها برضو تاني بجوز الهند، زي كده ما عملنا البيتي فور او الفستق الكداب زي ما انت شايفه كده. المهم ان انت بتزينيها زي ما انت حابه، مش شرط يكون متبقى عندك بسكوت بس، لا اي نوع من العيد ممكن تعمليها بنفس الشكل ده. حتى لو كحك بعجوه ولا حاجه بتضربي الكحك بالعجوه بتاعته وبرده بتروحي عاملاها كده. وان شاء الله انا هشوف برده شويه بسكوت تاني فايضين عند اختي كده ولا عند اي حد واجيبهم ونعمل كمان منهم وصفات تانية، او ممكن نعمل منها كيكه تبقى جميله جدا. المهم بقى يا حبيبتي لو عندك بواقي نواعم قومي عيدي تدويرهم واعمليهم زي احنا ما عملناهم كده، وان شاء الله يعجبك. ولو عجبك وعجبك الفيديو تنسيش تدخلي قناتي تعملي لي لايك واشتراك.